اسأل نفسك ايه الخطوة اللي عملتها كانت غلط. خلينا اديلك مثال عملي هيغير طريقة تفكيرك تماما. لو بتذاكر ومفيش نتيجة، ما تقولش لنفسك انا مبعرفش اذاكر، اسأل هل براجع؟ هل بختبر نفسي؟ هل بفهم ولا بحفظ؟ كل سؤال من دول بيعدل النظام مش بيكسر ثقتك. الأسئلة دي هي البداية. لو عايز الإجابات العملية هسيب لكم ملف أول تعليم مسبق فيه تقنيات يابانية متخصصة علشان تحول المذاكرة من عبء لعملية ممتعة ومنظمة جدا، ده غير مفاجآت كتير اكتشفوها بنفسكم. وأهم نقطة تحطها حلقة في ودانك إن الناس الناجحة مش بتنجح أسرع، هي بتفشل وبتعرف ترجع تنجح بطريقة أذكى. والسؤال الحقيقي مش إنك فشلت كم مرة، السؤال الحقيقي انت عدلت نظامك كم مرة. وفي وسط ده كله ما تنساش تستمتع بحياتك الوحش قبل الحلو، وخلي عقلك مليان بالصح. في نوعين من الناس، ناس كل ما تفشل ثقتها في نفسها بتقل، وناس تانية كل ما تفشل بتقرب اكتر من النجاح. خلينا نكون صريحين، اكتر احساس مدمر مش الفشل، اكتر احساس مدمر هو انك بتحاول ومفيش نتيجة. وقولولنا في الحلقة الجاية من البودكاست عايزين نتكلم عن ايه.